السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا متابعيني الكرام. هذا فيديو خاص موجه للمخابرات المغربية الخبثاء ضعاف العقول والضمير، اللي ما عندهم إنسانية واللي ما عندهم عقول، وعلى راسهم بريش بوطريش اللي ما يستحق عند الشعب الصحراوي ما هو بطريش. هذا الكلب الملعون اللي داخل في وسط الشعب الصحراوي مثل السوسة، ولا نقول لك عنك نجحت في مسألة اللي نقولها لك هون هو تشويه وزرع البلبلة وزرع الفتنة في أوساط المجتمع الصحراوي، لأنه المجتمع الصحراوي يتأثر بالإشاعة. تمرين تقول اليوم تفبرك صور وتعدل شات وتقول ذا راهو كذا كذا وتتكلم نيابة عن ذاك الشخص اللي باغي تشوه. نجحت لأن الشعب الصحراوي نظيف ما يعرف الخبث ولا يشك عن خالق بشر يلحق ذا النوع من الخباثة ويلحق ذا النوع من الشر إنني يعود يعدل. وانت اليوم نجحت لأنك أثرت في أوساط المجتمع الصحراوي. هدفك عنك تضعف من شخصية المناضلين، عنك تزرع البلبلة، عنك تشوه الشعب الصحراوي من خلال فيديوهاتك، من خلال الرشوة اللي تقدم لبعض ضعفاء العقول الخونة والعملاء من خلال ياسر تعدل. أو نقول لك أنا يا علي بريش، يا ابو طريش، يا الجبان، يا الملعون، يا الرخيص اللي لحق بيك الحيطات، يعني اعتصاد على المرأة ما أهانها إلا لئيم وانت لئيم، وما أكرمها إلا كريم وانت مانك كريم، ولا قد كرمت المرأة. من اليوم عرفناك في مواقع التواصل وصل ما تشرف ذيك المعرفة، وانت حال تخصصك كون في المرأة الصحراوية وفي تشويه المرأة الصحراوية وفي الخراب للشعب والمجتمع الصحراوي. ما خالق نوع من الخطط ما جيت لي تحاربنا من خلال الناس اللي تقرب منا، تشوهنا في كل المواقع بأسماء مستعارة، وتكشك عن الناس ما يفاطنا لك يا علي يا العويليل، شك عن الناس ما يفاطنا لك يا الكلب. ناس فاطنا لخططك، تهددني أنا ب4 أيام، تهددني ب4 أيام لا يعدل ولا يعدل. 4 أيام في يد الله سبحانه وتعالى. قد قال موت ضريك، أنا الموت ما تخلعني، أنا الموت ما تخلعني ولا تخلع أي صحراوي. ما خالق خبث محالي ما جيت لي يلي ينعلك يا غير السؤال اللي يطرح نفسه يا علي بريش. كل هذه المؤامرات وكل هذه الحسابات المفتوحة وكل هذا التجسس على مخيمات العزة والكرامة ما يتعاقبوا ثنتين. ماذا هو علي بريش؟ متابعيني الكرام، لقد جبت لكم خبر عاجل. هذه تضايقت مع هذه منظرة يا مولانا يا علي بريش اللي يحضر بوجتك، يا كان تجسس ومخابراتك اللي زارع في مخيمات العزة والكرامة جايبه لك نتيجة. والله مخسر غضية الشعب الصحراوي. منظرة يا مولانا قاع خرج لا راجع نفسه. يا كان صمودنا هذه 50 سنة مأثر عليها كلامك انت، بدا حتى ما هو مأثر وزيد انشر. والخليفة كيف ما عندها مناضلين وعارفين ثقتها وعارفين نزاهتها وعارفين نظافتها، عندها حسات ولا يأيدوك انت ولا يناصروك ولا يسمعوا لك. غير هل مخسر شيء على قناعة الخليفة بنضالها والعهد اللي اعطات به عليه ابوها واعطات عليه امها واعطات عليه الثوريات واعطات عليه المناضلين واعطات عليه الشهداء. يبدا حتى يا علي بويريش يا اللعين يا الملعون يا المسخوط يا الراخي يلي ما كيفك ملعون على الارض. الملائكة تلعنك لانك صاد على العلايات تشوههم، صاد على المرأة الصحراوية تشوهها، واللي ما خليت مبيقة محالية ما ركبتها فيه. او نقول لك انا مثل ما تهددني انت وتمشي لي الارقام، حذر على نفسك يا علي بوطريش، حذاري يا علي بوطريش. تشويهك للشعب الصحراوي وراه لهم ما هو لا يمشي، والمتدرق بالايام عريان، وهذا الماشي فيه راه ماشي بيك شور حبل الهاويه. الخليفه من تبرك ما عايز عليها حد اللي تقول، والخليفه من تبرك مناضله حتى النخاع
ولا خالق حد يقد يخونها في نضالها، ولا يخونها في اخلاقها ولا كرامتها ولا كرمها ولا وجودها، ولا ذا اللي يتعدل ولا نعدله من منطلق اني صحراويه اولا. ثاني شيء اني مقتنعه بعداله قضيتي. ثالث شيء ماني مجلبه على حد ولا اني ماسه حد باسمه، غير وصل بيك يا الملعون يلين تعود تعدل في الخطط الخبيثه وتستعمل ناس ضدي وتكتب تعدل اسامي مستعاره وتهددني وترسل لي في الارقام. هذا هو اللي ما هو مسموح به، هذا هو اللي يتعقب طيح في بير بلا قعر. راني نقولها لك يا عالي بريش حذاري، رانك تلعب بالنار، راهو تهديدك اللي يوديك لشي ثاني. ماذا هو؟ والشعب الصحراوي مستمر والقضيه مستمره رغم انفك ورغم تشويهك ورغم خططك ورغم خبثك. ما عندك موسواق، ما عندك موسواق. راهم عدل، راهم وساو، راهو الشعب الصحراوي اليوم متضايق، راهي مواطنه قامت تقول، راهي مواطنه عدلت، راهي مواطنه كذا. لا الشعب الصحراوي راعي يفذ، غير ما هو خالعوا ولا هو مزعزعوا ولا هو ثانيه وما هو مخسر علينا سبه. ودير شي عند راسك، راني نقولها لك انا انت وعوانك.